يا رب عنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فاشغله بنفسه واصرفه عنا وعوضنا عنه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتوني جدا طبعا من الفيديو اللي فات. انا جايلكم بقى في فيديو جديد النهارده، جايلكم بفيديو الهم، يعني حاجه كده زي الهم على القلب. انا كنت ناعيه همها جدا، كنت قاعده منتخه وما كنت مستنيه حد يعني يجي يعمل لي، بس طبعا انا قلت يلا بت بقى بطلي كسل وقومي تشجعي وشوفي ايه اللي وراكي. انا متاكده طبعا انت كمان بعد الفيديو ده هتقومي حالا، لو متاخره زي حالاتي كده في تنظيفات الشتاء وطلوع الشتوي، ما تدخيش اكتر من كده وقومي شوفي بقى اللي وراكي ايه. يعني بعد ما تسمعي الفيديو كده قومي شوفي اللي وراكي وما تكسليش، وان شاء الله كله هيخلص يعني، والشتاء هيدخل علينا بقى وكلنا ايه فلات عسلات قشطات كده. بس انا كده كنت بدأت بقى ايه، دخلت الاول كده بقى قلت اطلع هدوم ابني الصغير حمزة. فدخلت طبعا طلعت بقى وقعدت في الارض كده، فرشت فرش متاعة يعني، ورحت قاعده بقى مطبقه ايه كل الهدوم بتاعته، هطبق له كل هدومه. طبعا الفيديو ده انا لو احلف لكم ان خد مني 3 ايام، بقالي 3 ايام في حوسه طلوع الشتوي والصيفي، هتشوفوني في حوسه لا بعدها حوسه. كل مرة بتشوفوا بقى الشقة وهي نظيفة وروتينات الشقة والنظافة والشياكة، المرة دي هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه يعني. بس طبعا على مين، احنا الستات قدها وقدود، بعد ما هننيل الدنيا هنرجعها فل شمعة منورة تاني. بس هنقعد بقى كده في الارض، هنطبق بقى كل الهدوم ونرص بقى في الدولاب. انا بقى عايزاكي بقى تتشجعي كده وتقومي بقى تعملي اللي وراكي وتشوفي كل اللي وراكي، وما تستنيش بقى حاجة حد يجي يقوم يعمل حاجة يعني، ولا حد يجي يعمل لك حاجة. لان انا كنت مكسله جدا وكنت تعبانه جدا، وكان طلوع الشتوي والصيفي دوت، واللي هي الحاجات الموسميه اللي لازم تتعمل دي بتبقى زي الهم على القلب يعني. انا ببقى شايله همها خالص وناعيه همها، بس هعمل ايه، لازم اقوم واعمل. وفعلا انا قررت، اخدت القرار دوت وقمت لازم بقى بعد ما الدنيا بردت. انا عارفه ان انا اخر واحده بعمل كده، بس انا خدت القرار متاخر يعني. وفعلا قمت. انتوا عارفين يعني ايه ام ومعاها اولاد بتبقى متكسحه وما مش قادره تقوم من مكانها. فالحمد لله على كل حال يعني، ربنا يديمها نعمة ويديمهم في حياتنا، وربنا يخليهم لنا يا رب ويبارك لنا فيهم ويرزق كل مشتاق. واللي ربنا ما كرمهوش بالذرية الصالحة يكرمه كده بالذرية الصالحة. بس فانا عايزاكي ما تيأسيش يعني، طول ما انت في ربنا وفي امل في ربنا كده، عايزاكي طول ما انت شغاله تقومي تستعيني بالله كده وتذكري الله كتير. واحنا شغالين هنلاقي كل حاجه خلصت، طول ما انت بتذكري الله كل حاجه هتخلص يعني، هتخلصي كل اللي وراكي ومش هتنعي الدنيا هم. انا والله العظيم انا كنت، بس ما فيش اسهل من الموضوع دوت، وما فيش اسهل من كنا يعني عماله اقول لده تعالى طلع لي الشتوي وتعالى طبق معايا الشتوي، وكنت مستنيه مرات الحارس اما ترجع عشان تعمل لي. كنت قاعده مستنيه ناس كتير وكان زي الهم على القلب. فانا لما اخدت القرار كده واستعنت بالله وذكرت الله، والله العظيم كل حاجه لقيتها خلصت. فانت كمان واحده واحده بقى كده كله هيتعمل. ما تجيش على نفسك زياده عن اللزوم يعني، ما تاذيش نفسك. احنا ستات اقوى من اي حاجه، ما فيش حاجه بتقف قصادنا يعني، احنا بنعمل كل حاجه، ما فيش حاجه بتقف قصادنا. هتعملي حاجتك اعملي حاجتك بنفسك، وما تعتمديش على حد، ما حدش بينفع حد في الزمن ده، وبجد والله العظيم زي ما بقولك كده ما حدش بينفع حد، كله بيقول يلا نفسي. فانت اعملي حاجتك بنفسك كده وما تستنيش حد يعمل لك حاجه. بص طبعا انا كنت خلصت الدولاب بتاع ابني يعني، انا الكلام خدني ونسيت اللي انا بعمله. فكان في شويه غسيل في الكروانه دول ابيض، قلت هغسلهم يعني غسله بيضه، ولقيت اللحاف الفايبر دوت مع الشتوي محطوط. فقلت بقى ايه احطه كده في البانيو اغسله يعني. فجبت الشاور اللي انا جايباه ده، شاور للبطاطين، انا جايباه من عند بتاع المنظفات. بحطه الشاور دوت جميل جدا والله العظيم، هو بيعمل لي خلطه كده بيدهني، بروح حاطاه في البانيو كده ونقعاه في البانيو، بيطلع زي الفل. هو اساسا يعني كان نضيف، انا كنت شايلاه نضيف، بس انا قلت اغسله ايه غسله كده من التراب يعني. والحمد لله الدنيا النهارده شتت عليه. بس فحطيته كده بقى في البانيو كده، وحطيته هسيبه بقى في المسحوق يعني عبيته في ليله كامله. والصبح كده ايه هديله كده كل اللي رايح واللي جاي اديله اهو بدأنا بالمغتين. ابني طبعا اول ما يخش يروح مديها، ابني يموت في البلبطرخ.
يفضل رايح جاي عليه، كل اللي يخش الحمام يروح جاي عليه. ده كان اول يوم. تاني يوم بقى، اليوم دوت اللي انا صورت لكم فيه تاني يوم، ده كان السرير التاني، بقيت بقى هدوم الاطفال، يعني كل ده بردك كان بقية الاطفال. بصوا كان منظر الدولاب عامل ازاي. وبعد ما شلت الحاجة، يا لهوي على منظر السرير، يا لهوي على كمية بري الأقلام والجوام والأقلام والقرف واليع. بصوا المنظر، بصوا بذمتكم، انا راضية ذمتكم. هي دي الأوضة اللي انتوا بتشوفوها معايا كل يوم؟ بذمتكم هي دي الأوضة؟ اتفضلوا. بعد طبعا ما شلت كل حاجة، وهنا رحت حاطة الدوني بتاعي والمعطر، وهسيق بقى الارض، وهرجع بقى الحاجه اللي كانت تحت السرير. دي طبعا انا كنت لميت الصيفي بقى كله، حطيته في الشكاره دي، وهدخلها. دي طبعا كنت حاطه في شنط، بس شنط مين على مين؟ الشنط اللي هجيب ايه؟ هحط فين الشنط؟ هجيب 100 شنطه عشان تلم ده كله. بس حطيت الصيفي بقى، كنت فضيت الدولاب كده، حطيت الصيفي بقى تحت السرير، وقفلت تحت السرير، وجبت معطر الاخشاب ده، منظف الاخشاب. انا حطيت المره دي اللي هو بريحه الورد دوت، عشان يخلي ريحه الدولاب حلوه، بيخلي ريحه الورد ده حلوه جدا يا بنات. بس المنظف دوت اللي هو بتاع الاخشاب ده، انا جايباه من كارفور. يعني انتي دوري عليه في كارفور، اللي عايزاه كده ياخدوا سكرين شوت ويجيبوا من كارفور، ريحته تحفه والله. وبيخلي، انا بعمل بيه الدولاب من جوه، بيخلي الخشب من جوه، تفتحي الدولاب تلاقي ريحه ورد، يعني حرفيا كده بيبقى ريحته جميله جدا. بس هبدأ بقى امسح كده كل الخشب اللي معانا، وبعدين بقى هنجيب بقى المفارش بتاعتنا، وبعدين بقى هنقوم نرص الدنيا بتاعتنا بقى. هنقعد برد طبعا على مين؟ لازم نقعد نفرش في الارض. هو احنا هيفضل واقفين كده؟ ده احنا لسه ليلتنا طويلة، يعني لسه السهرة صباحي. انا اخدت فيه، بقول لكم 3 ايام، انا اخدت في الموضوع ده شغاله كده فحت وردم. 3 ايام حيلي مهدود لما ظهري اتكسر. بالله عليكم ادعوا لي، لان انا تعبت جدا والله العظيم في الفيديو ده. وانتوا لو لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي في الفيديو دوت، دوسوا لي لايك وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. انا مش محتاجه منكم غير لايك بس، مش هقول لكم بقى اشتركوا، لايك. اللي بيتفرج عليا انا مكتفيه بالحبه الناس اللي بيحبوني اللي معايا، وبيتفرجوا عليا وبيسالوا عليا ان غبت، وبيهتموا بيا وبيطمنوا عليا، فانا كفايه عليا. انتوا عندكم والله العظيم، انتوا عندي بالدنيا كلها، انتوا فوق 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 دماغي. فانتوا بقى لو بتشوفوني لحد دلوقتي، حطوا لي لايك كده وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. وكده بقى كنت بصوا خلصت الدولاب اهو بتاع الاولاد، ودوت دولاب بنتي طبقته طبعا ايه، وانا اساسا والله العظيم ظهري اساسا متكسح يعني، ودي عقده حياتي. انا عقده حياتي تطبيق الغسيل، يعني اكتر حاجه بكرهها في الدنيا كانت تطبيق الغسيل. وبعدين بقى بعد ما لميت الغسيل كله وطبقت بقى الهدوم، طلعت بقى ايه، روقت الدولاب كده، روقت السراير وفرشت السراير، وراح على السرير التاني برضو برش اللي هو الدوني دوت، وبعدين فرشت اهوت، وحد الارض كنسه كده ايه، بنت اصول محترمه كده. بصوا الارض كانت اتملت زباله، انا غبيه اللي ما شلتش السجاده ديت قبل طلوع الحاجه يعني. بس هي مكنست، هي ربنا يقويها يا رب ويعيننا ويخليها لي يا رب. هتقوم بالواجب يعني، مش هتخلي لي اي حاجه يعني، هتشيل الدنيا ديت، هكنسها كده كنسه ايه حلوه يعني. وهشفط اهوت الحاجه الزباله اللي انا، كميه ورق بطلع، كميه ورق من الاوضه دي مش عارفه والله العظيم ايه الورق دوت، كل شويه بري اقلام وورق. بصوا الاوضه دي كده كانت فله شمعه منوره. الشكاره اللي هناك اللي جنب الدولاب دي، يعني فيها شويه حاجات ديت هطلعها يعني لناس كده. انا لما باجي اطلع السيفي والشوتي، وبطلع الحاجات اللي هي ملهاش لازمه، اللي خلاص صغرت على اولادي، بطلعهم لصاحب نصيبهم يعني. فدي كنت راكناهم عشان هطلعهم يعني على يوم الخميس. كده بقى كنت دخلت بقى على الدولاب، هعلق بقى الهدوم اللي هو الجواكيت بتاعت بنتي والجواكيت بتاعت العيال والشتوي بقى بتاعي. طبعا الجواكيت اهيت، كل الحاجات الخروج، هدوم الخروج بتاعتي وبتاعت ولادي اللي هي الجواكيت وكده. بس كده هعلقها بقى معاكم هنا في الدولاب. ولو انتي لسه قاعده بتتفرجي عليها لحد دلوقتي وما قمتيش، يعني حاولي تاخدي القرار كده وتقومي وتعملي اللي وراكي، عشان انا بقولك محدش هينفعك والله، محدش بينفع حد في الزمن ده. لو كنت مستنيه حد يجي يعمل لك حاجه، محدش هيسأل فيكي ولا حد هيجي يعمل لك حاجه. فقومي كده تشجعي، وقومي اعملي اللي وراكي، وربنا يديكوا الصحة والعافية جميعا. وما تتحوجوش لحد ابدا، يعني ما تتحوجوش لحد ابدا، لا الحبيب ولا الغريب، لان ما حدش بينفع حرفيا، وحياة ربنا ما حدش بينفع حد. يعني انا كنت تعبانه جدا ومش قادره اقوم من مكاني، بس ما حدش هيجي. لو فضلت قاعده كده مكسحه، اللهم ان شقتي هتبقى زي الزفت،
وعيالي هيدودوا والبيت هيدود ومحدش هيخبط عليكي يقولك انت فيكي ايه ولا عملتي ايه، ولا حد هيجي يشيل شيلتك ولا يعمل لك حاجه. فما تجيش ما تجيش على نفسك يعني عشان خاطر حد. انتي تعملي حاجتك بنفسك، وواحده واحده كده كله هيتعمل. وكل يوم لو كل يوم مسكتي حاجه وكل يوم طبقتي حاجه زي ما عملت انا كده، كله هيخلص والله، كله هيخلص. بس هنا بصوا بقى، كنت بوريكم دي الهدوم الشتوي بتاعتي وبتاعت عيالي يعني. بصوا دي كانت الجواكيت بتاعتي، ده الشتوي. كنت انا بقى طلعت بقى بالمره الجواكيت الشتوي بتاعتي، قلت كده يلا بالمره بقى، وانا ايه الطاقه واخداني كده والحماس اخدني. يلا يا بنت جت على نفسك، انت هتفضلي بقى قاعده كده حاطه ايدك على خدك وما تنيليش حاجه، وامي شوفي لك حاجه اعمليها. بس قلت بقى بالمره خربت الدنيا، طلعت بقى الهدوم كلها رصيتها اهيت زي ما انتوا شايفين بقى في الدولاب، وعماله بقى ارص في الجواكيت وارص في الحاجه، ومفيش مكان عماله احشر يعني. هما بسم الله ما شاء الله هدومهم كتير وهدومنا كتير. بس فعماله بقى بصوا عماله احشر يعني مفيش مكان وعماله احشر. بس كده بقى بصوا كنت خلصت اهوت معاكم. والدولاب اللي فوق دوت انا بردك مفيش مكان، حطيت حاجه ابني الصغير. وهنا كانت الدفايات بتاعه السرير اللي هناك، وهنا بصوا الملايات والفوط، ودي كل دي الترنجات الشتوي بتاعتي. بصوا رقصتها ازاي. بس ورحت داخله بقى على ملايه السرير، فرشت ملايه السرير. بصوا الحركه اللي انا قلت لكم عليها بتاعت كيس المخده دي، لو انت ما عندكيش كيس مخده بيبي، بصي بتعملي ايه، بتلبسي الكيسه زي ما انت شايفه كده. يعني الكيسه بتلبسيها زي ما انت شايفيني وانا ايه عملتها كده. كل طقم السرير انا بعمل مخدته كده، يعني كل طقومة السرير انا بعمل مخدتها كده. فانت لو ما عندكيش كيس مخدة فما تيأسيش، اعملي اي تلبيسة عبيله واديله كله هيشتغل معاكي، ما تقفيش، مفيش حاجة بتوقفنا، احنا ستات قشطات عسلات على رأي فيفي عبده. بصي طبعا كان هنا عبال ما قعدت طبقت كانوا قلبوها بلح وشيبسي وما صدقوا عملوا لي فرش متاعة يعني. بس وكده بصوا بقى كنت خلصت الأوضة معاكم وكده بقى، خلصت كل الهم اللي كان ورايا والحمد لله. يلا عايزاكي بقى تقومي كمان انت كمان وتتنشطي كده وتبقي ست بيت شطورة وتخلصي كل اللي وراكي. انا والله العظيم تعبت جدا حرفيا اليومين اللي فاتوا دول وانا بعمل الشتوي، فعايزاكي كمان انت بقى تدعي لي دعوة حلوة كده وتحطوا لي لايك. يعني اظن ما استاهلش منكم لايك، يعني استاهل منكم لايك، فما تستخسريش فيا. يعني انا عامله لك قاعده 3 ايام على ظهري عشان اعمل لك الفيديو وفي الاخر ما تحطليش لايك، يعني انا مستاهلش منك لايك. لو يلا بقى لو حابة تشوفيني الفيديو الجديد بقى والفيديو الجاي، حطي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد. اشوفكم الفيديو اللي جاي على الف خير، الى اللقاء.